هذا الطفل خوت العزاز السفينه كامل غرقت، بقى غير هو وهذاك القارب في وسط البحر. خوت العزاز كان مريح حتى يشوف واحد النمر وبغى يطلع في ذاك القارب تاعو. واش راح دار؟ راح جاب هكا فاس وبغى يضربو به باسكو كان خايف بزاف. بصح هذاك النمر ما قدرش يهاجمو باسكو كان في البحر وكان تعبان وعيان. المهم خوت العزاز ما بغاش يسلكو، راح جابها في وسط القارب هذاك وبقى مريح وكان يستنى فيه غير متى يطلع باش يضربو بالفاس. بصح ذاك النمر ما قدرش يطلع باسكو كان عيان. هنا واش دار له خوتي؟ راح رمى له واحد الخشبه ثما، هي ذاك النمر قدر يطلع. بصح ذاك النمر كي طلع ما هاجمو ما والو، راح جابها في قنت وبدا مريح باسكو كان جيعان عيان اون بليس كان بردان. هذاك الطفل خوت العزيز كان خايف منه بزاف، كان يستنى غير متى اتاكي ولا يهاجمو. المهم استمر الحكيم هكاك، ومن بعد هذاك النمر خوت العزاز راح ساب واحد الفتحه ثما خوت العزاز، دخل فيها وبقى مريح. بصح هذاك الطفل كان خايف منه بزاف وراح حكم هكا واحد الخشبه هذيك وريح فيها. ومن بعد كي بدا يشوف فيه شاف فيه ذاك النمر بواحد النظاره ثم تعاود يتقدمني ناطيك الحس. المهم هذا الطفل خوت العزاز ما كانش عدواني، وذاك النمر زاد تهلا فيه وبدا كيصيد الحوت يعطيلو ياكل. ومن بعد اللي راه باغي يعرف واش يصرى من بعد خوت العزاز يكتب لي في التعليقات، نحط لكم بارتي 2 ولا لا، واللي موش دير لي ابوني يدير لي ابوني وقلب باش يوصلكم لي فيديو. السلام عليكم.